كيما راكم تشوفوا غير بالورد وسكر. راح ندير معكم وصفة للتقشير. اعتمدوها، ديروها في علبة في الثلاجة واعتمدوها طيلة الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم. نبدأ الفيديو تاع اليوم بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تقبل الله صيام الجميع، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، تقبل الله قيامنا وقيامكم وجميع دعائكم. إن شاء الله يوصلكم الفيديو هذا وأنتم بألف خير وبصحة وعافية. نتمنى من الناس اللي راهم يتبعوا فيا وفي السلسله تاع سلسله تجهزي للعيد، هذه الحلقه الثالثه باذن الله. ان شاء الله الناس اللي راهي تتبع فيا تتفاعل مع الفيديو، تنشروه، تخلوا تعليق، وتبدوا تطبقوا فيه لان ما بقاش على العيد، وان شاء الله تخرجوا بأبهى حله باذن الله. المقشر هذا اللي حنديره لكم ولا هم مقشرين، اعتمدوهم هايلين. شفتوا الجلدوش هذاك اللي وريته لكم، هذاك بالضبط يعني فيه رائحه مش نورمال، هبال تبقى في الجسم، ربي يبارك، منعشه، ريحتها طيبه، وسعرها معناها سعر رمزي، غير ب10,000 تتباع، وكاين اللي يبيعوا فيها ب11,000. وانتم شارين قرعه تبقى لكم مده طويله، تقدروا تستخدموا بها كجل، وتقدروا ديروا منها مقشر. هذا اول مقشر، فيه ملعقه سكر، فيه ملعقه كبيره من جل دوش هذاك اللي شفتوه الوردي، والله ماني عارفه بالبوشي. المهم راح نخليكم الصوره تاعها في الفيديو، وراح ندير له باش ما الجسم باش الجسم ما يبقاش ناشف. رحت درت له ملعقه صغيره من زيت جونسون، ولا ديروا زيت جوز الهند، ولا ديروا زيت اللوز، اعتمدوا واحد منهم، ولا تقدروا ديروهم في زوز، معناها مرتين في الاسبوع تقدروا ديروا مره المقشر هذا، والمره الثانيه ديروا المقشر الثاني راح نديره لكم. من الاحسن ديروهم مرتين في الجسم كامل، هذا تقشروا به جسمكم كامل ما عدا الوجه، لان الوجه من المناطق الحساسه، راح تعطيكم نعومه ورطوبه، وفي نفس الوقت تفتح المسام باش تقدروا انكم ديروا حمام مغربي. هذه الخلطه تغنيكم على الحمام المغربي، ان شاء الله تنفعكم. نروح نطيب كاس قهوه، وهذيك التنوة تاع القهوة راح نخدم بها المقشر الثاني. هذه هي التنوة اللي كاينه. شوفوا هنايا راهي غير شوي، من بعد زدت لها شويه بن. ديروا لها ملعقه صغيره من الكركم، ديروا زيت زيتونه، وديروا ماء الورد. انا هنا الماء الورد ما كانش عندي، عوضته بالماء الزهر ثاني عادي، تقدروا ديروا ماء الزهر. شوفوا هنا كثرت شوي ماء الزهر على كيك جات جاريه، وحاولت اني القوام تاعها باش يكون متماسك شوي، يجيني كريمي كيما المقشر الاول. درت لها 2 ملاعق اخرين من البن العادي، ولا من الاول ديروا كميه كبيره تاع القهوه طايبه، تاع التنوه تاع القهوه الطايبه، ديروا معها الكركم ثاني مليح في توحيد لون البشره. القهوه مليحه في التقشير وتنحي السلوليت اللي في الجسم، والماء الورد ثاني مليح ينعش شو اسمه الجسم. وهنا راني درت الماء الزهر، لان كان لازمني باش ندير اي ماء، وحبيت نعاود ما نديرش، حبيت يعني ما نديرش الماء العادي، درت ماء الزهر. هذه هي يعني درتها كاختيار من عندي، ماهوش في الوصفه، هو الوصفه اساسها ماء الورد. تفكرت كان عندي الورد هذا، تقدروا تضيفوا معها الخلطه تاع البن الورد اذا عندكم الورد هذا، لاني انا اصلا ما عنديش الماء الورد، فاني هنايا نقدر نضيف الورد العادي، وتقدروا تستحفظوا بها هكاك الوصفة عادي. وهنايا ثاني درت كإضافة في الخلطة الأولى الورد، ثاني الورد هذا اليابس حرحرته كامل فيها، ومن بعد تخلطوه وتقدروا تستخدموه. تضيفوا له ثاني تقدروا تضيفوا لها النشاء. الخلطة هذه الخلطة تاع زيت جونسون وجل دوش، تقدروا ديروا لها النشاء والورد المجفف.
هذوما الاضافات اللي تقدروا ديروهم. نتمنى من قلبي يوصلوكم الوصفتين هذا مجربين ويعطوا نتيجة. شوفوا انتم، انا نعطيت لكم كمية قليلة، انتم ديروا كمية على حسب الجسم تاعكم، دخلوها معكم للدوش، وبعد ما تغسلوا بالماء في الدوش اغسلوا رواحكم بالماء الدافي. كي تحسوا باللي المسام تفتحت طبقوا واحدة من الوصفات هذه على كامل الجسم. ديروا تدليك خفيف للجسم وراح تعطيكم تقشير. بعدها تقدروا ديروا تكيسوا، معناها نقولوا احنا تكيسوا بالكاسة. ونتمنى لكم ان شاء الله يا ربي الفيديو ينفعكم.